السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة أنا كنعتذر على هذا الفيديو، ولكن من باب الواجب. أنا كنعتبره واجب. اليوم زرت المقبرة ديال حي النهضة، وهاد الشتا اللي كانت طاحت بزاف، طاحت كثيرة، وبالتالي فالله يجازيكم بخير اللي عندهم الأقارب ديالهم مدفونين في هاد المقبرة هادي يحاولوا يزوروهم ويشوفوا الحالة ديال القبور ديالهم، لأن الشتا راه جرف حيدات التراب اللي متكي عليه القبر، وكاينين شي قبور اللي تهرسوا وتجروا. يعني ما كايناش شي طريقه واحده اخرى غادي تبلغ بها ولا غادي تعلم بها الا انه يكون واحد الاخبار بحال هكا. وانا كنعتذر وحاولت ما امكن ان ما ناخذ حتى شي سميه، ما ناخذ باش تبقى الحرمه ديال الناس وديال القبور، ولكن راه هذه الوسيله الوحيده اللي لقيت انني ندير بها هذا الفيديو ونخبر بها الناس اللي دافنين الاقارب ديالهم في هذه المقبره هذه، يطلعوا على اولا يزوروهم، واللي القبر ديالو تهرس او لا تحيد او لا داكشي يمشيو يصلحوه. ونتمنى من الله ان الامور تكون بخير وعلى خير، والله يجزيكم بخير. وهذا من باب الاخبار، من باب الاعلام فقط، لان راه صعيب باش حتى السلطات تخبر الناس واحد بواحد، ولا خصها دير اعلانات وخصها دير اشهارات وخصها دير. انا خديت هذه المبادره، نتمنى من الله انها تكون مبادره حسنه، في نفس الوقت نذكر الناس بزياره القبور، تزور الاقارب ديالهم وترحم عليهم. الله يجزيكم بخير. واللي بغيت هو يتبارطاج الفيديو ويوصل للناس اللي معنيين بالامر. وهذا ما كان. ومره اخرى كنعتذر الا كان هذا الفيديو فيه واحد النسبه ديال الخصوصيه ولا شي حاجه. انا من باب الواجب ما عطاتنيش خاطري انني نشوف هذه الحاله هذه ونسكت، لان شي طريقه اخرى ما كايناش. خص الناس تبقى تمشي تزور، بخصوص ان في الشتا في الصبات مجهده انسان ترد البال. هذا ما كان. وشكرا، الله يجازيكم بخير.